السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض أكلة سمك معتبرة وعلى قد الإيد. يعني ايه؟ طبعا عارفين ان أسعار السمك مناسبة جدا في الأيام اللي احنا فيها دي، يعني مقارنة بأسعار الفراخ واللحمة فهي طبعا مناسبة جدا، وتغيير عن الأكلات الموفرة اللي احنا بنعملوها. يعني يوم كده ويوم كده. فالنهاردة بقى هنعمله أكلة سمك حلوة كده، وبرضك مش هتكلفنا كتير، يعني نص نص. تمام. دلوقتي بقى هقول لكم على التتبيله اللي انا هتبل بيها السمك ده. كيلو من السمك البلطي هيطلع معايا تحفه جدا ومقرمش ومش هيشرب منك زيت خالص. هقول لك بقى تبلته بايه وقليته كمان ازاي. تابعوا معايا الفيديو. لو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك، ولو اول مره بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. دلوقتي بقى جبت معلقه من الثوم المدقوق فريش، انا دقاه زي ما وريته لكم، انا دقاه في الهون. تمام. انا بحب كده، بحبه جدا كده، بيطلع ريحه الثوم جميل. وحطيت عليه معلقه من هريسه الشطه المتبله اللي احنا عاملينها مع بعض على القناه، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. قلبتهم مع بعض وعصرت عليهم نص ليمونه. ودلوقتي حطيت معلقه كمون ومعلقه ملح وهقلبهم مع بعض. لو انت عايزه تستغني عن هريسه الشطه تقدري تكملي فلفل اخضر تدقيه مع التوم، وكمان تضيفي نفس البهارات، وعايزه تضيفي اي بهارات زياده دي طبعا على حسب رغبتك. بس دي بتبقى تتبيله سيمبل كده ولذيذه. بحشي بيها السمك زي ما بعد ما نضفته كويس وغسلته بالدقيق وكمان نقعته في خل زي ما انتوا شفتوا في اول فيديو. هم 4 سمكات كبار فالحجم بتاعهم كويس جدا. عايزه تشرحيها في النص شرحيها، بس انا ما حبيتش كده المره دي عشان مش عايزه اللحم يبقى حامي، عشان في اطفال هتاكل. دلوقتي بقى بعد ما حشيته من جوه خدت قطعة بردك من التتبيلة كده حوالي معلقة، وحطيتها كده عليه من بره وقلبتها فيهم، وبعصر عليه ليمون كتير، يعني حوالي ليمونة كبيرة من بره عشان بردك يطعم الجلد بتاعه. ودلوقتي حطيت معلقة من الكمون وكمان رشة من الملح، وهقلبهم كلهم مع بعض كده، وكده يبقى السمك بتاعي جاهز. هخليه بقى على جنب لحد ما اجهز بقية الحاجة التانية اللي معايا النهاردة. ايه تاني حاجة هعملها النهاردة هتشوفوا دلوقتي. معايا جمبري. هتقولي لي الجمبري غالي، هقولك ده يعني مش جايبة كمية كبيرة، جايبة كمية صغيرة كده، يعني طبق جانبي جنب السمك كتغيير. مش لازم ان الحاجة غالية فانا ما اجيبهاش، بس هو مش غالي قوي مقارنة بالاسعار اللحمة والفراخ. حوالي 150 او 160 جنيه. فانتي لو حسبتوها هتلاقوها لا هو كويس جدا. فانا مش جايبه كتير، انا بردك تبلته بنفس التتبيله اللي انا تبلت بيها السمك، التوم وهرست الشطه، وما حطيتش عليه ليمون لانه طبعا مش عايزينه يتهري اللحم بتاعه. دلوقتي بقى هسيبه على جنب بردك لحد ما احضر بقيه الحاجه. في الوقت ده هيكون هو اتبل معايا زي السمك. جبت بقى بتنجانه قطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين، رشيت عليها رشه من الملح، ودلوقتي معايا قرون من الفلفل الاخضر حامي او بارد على حسب ما انتوا حابين، عشان هنعمل بيها طبق مسقعه. قطعت بقى الفلفل بتاعي، ودلوقتي بقى هخليهم على جنب عشان البتنجان ينزل المية بتاعته وهو في المصفى. دلوقتي بقى جبت حلة على النار عشان نعمله مع بعض شوية رز الصيادية يستاهلوا بقكم. هجيب بقى بصلاية كده صغيرة، وانا مقطعة بولة من البصل عشان اكمل بيها بقية الاكلة. دلوقتي بقى معايا في حلة على النار حطيت شوية من الزيت، وحطيت حوالي بصلة كده متوسطة، وفي الكسرولة الصغيرة دي حطيت برضو شوية من الزيت صغيرين، وعليهم معلقة من الثوم المفروم. أول ما البصل بتاع الصيادية اتحمر زي ما انتوا شايفين ولونه بقى بني غامق، نزلت عليه معلقتين من معجون الصلصة الجاهز. بيديله لون جميل جدا. دلوقتي انا التوم اللي انا حطيته في الكسرولة الصغيرة دي انا بعمل كده هناك ايه التسبيكة بتاعت المسقعة. فهنا خلينا مركزين، بس احنا كده هنا بنعمله الصيادية. بعد ما حطيت البصل حطيت عليه الصلصة، حطيت عليه المية على حسب كمية الرز، وحطيته على العين الصغيرة هناك عشان يغلي معايا. دلوقتي بقى هنا بعد ما حطيت التوم اتحمر معايا حطيت عليه طماطم وحطيت عليه ملح وسبته هناك يتسبك معايا. انا مسرعة الفيديو شوية عشان ما يطولش عليكم.
بس يعني هي حاجات سهلة جدا وكلنا بنعرف نعملوها، بس هي افكار بجيبها لكم بس عشان يعني لو انتوا حابين تعملوها، او يعني لو بتعملوها بطريقة تانية تعملوها بطريقتي ممكن تجربوها هتعجبكم. دلوقتي بقى حطيت المية على البصلة، وبعدين حطيت معلقة من الكزبرة بتفرق جدا، ومعلقة من الملح. يعني ما بحبش في الصيادية ازود بهارات كتير، هي معلقة الكزبرة بتفرق جدا في طعمه. اول ما غلى سقطت الرز، وكده بقى خلاص هياخد مراحل السوا بتاعته. دلوقتي بقى آه ده الكفر بتاع السمك، او اللي هو الدقيق اللي انا هتبل بيه السمك، سوري هغلف بيه السمك. دلوقتي بقى السمك بتاعي اتبل، جبت الدقيق على حسب كمية السمك اللي هتعمليها، وحطيت عليها معلقة من النشا، وحطيت عليها معلقة من الكمون، ومعلقة من الملح. معلقة النشا بتخليه مقرمش كده وجميل. حطيته في زيت مش غزير، يا دوبك كده شوية زيت يتحمر فيه السمك على نار متوسطة عشان الزيت ما يتحرقش منك. اول ما بياخد اللون الذهبي بتخرجيه، او بتقلبيه الاول وبعد كده بتخرجيه. خلصت بقى الكميه اللي معايا، ودلوقتي بقى التسبيكه بتاعت المسقعه بتاعتي او الصلصه بتاعتها اتسبكت. بنزل فيها البتنجان والفلفل بعد ما حمرتهم بردك في زيت مش غزير، زي الزيت بتاع السمك بالظبط. اهم حاجه الزيت يكون سخن. ولو عايزين تعملوا كفر للبتنجان بالدقيق، بتضريه بالدقيق وخلاص. دلوقتي بقى آه جبت بقى طاسة او مقلاية، يعني اللي انا هعمل فيها الجمبري، ودي اخر حاجة في اكلتي. ايه هي بقى؟ جبت الزبدة. الجمبري ده بيبقى طعمه جامد جدا ومقرب قوي للباتر فلاي، بس يعني بصوا يعني هي دي طريقة سهلة قوي. يعني جبت زبدة على شوية زيت، حطيت عليهم بصلايه ومعلقه من الثوم، وبنزل فيهم الجمبري. بس بصوا بقى والله العظيم طعمه بيبقى جامد جدا جدا، وبالذات بقى لما كتروا الزبده وكتروا الليمون. بصوا بيديكوا طعم كده فظيع. انا الجمبري طبعا بجيبه بكون غسلاه ومطلعه الخيط اللي هو الرملي اللي في ظهره ده، بكون مخرجاه، وما بشيلش الراس بتاعته لان انا بحبها، بيبقى طعمها جميل. والصراحة يعني يعني هو كده بالقشر بتاعه، وانا بحبه بالطريقة دي، وكلنا هنا في البيت بنحبه كده. بعد ما البصلة اتحمرت نزلت بالجمبري زي ما انتوا شايفين، قلبت فيه، وبعد كده عصرت عليه ليمون، وكده هو كده جاهز معايا. ما عملتش فيه اي حاجه تانية غير ان انا قلبته تقلبتين لحد ما لونه غير. والجمبري النوع اللي انا جايباه اللون بتاعه ما بيغيرش قوي. بس كده الاكله بتاعتي خلصت وقدمتها زي ما انتم شايفين. ده الرز بعد ما خلص وجهز قدمته كده، وبصوا مفلفل كده وجميل ولونه بني. ودلوقتي بردك السمك محمر كده ومقرمش وجميل، والجمبري، وكمان معايا المسقعه. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان الأكلة دي تكون عجبتكم وتعملوها تغيير. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لأول مرة بتشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، ومتنسوش اللايك للفيديو. مع السلامة، باي باي.